السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده سلام على عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ازيكم يا حبايبي، يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ومهم. جاي النهارده أكلمك في مفهوم، مش في طريقة ولا في حل ولا أي حاجة من الحاجات دي. أنا جاي أكلمك في مفهوم كان غلط عندي، بس لما غيرته حسنت الموضوع عندي للأفضل في المذاكرة وفي الإنجاز وفي تسهيل الصعب وفي حاجات كتير جدا. إيه هو المفهوم ده؟ مفهوم الإنجازات أو الأعداد الصغيرة. بمعنى انا مثلا لو في نص ساعه انا قعدت ذاكرتها، بحس ان النص ساعه ديت ملهاش لازمه. لو في ساعه قعدت ذاكرتها ما خلصتش المحاضره اللي عندي، بحس انها ملهاش لازمه. بس بعد كده لما بدات مثلا ان انا اخش في كذا حاجه، مثلا يعني مثلا بتعلم مثلا جرافيك ديزاين، كنت بتعلم من فتره كبيره كده جرافيك ديزاين. مثلا في المحاضرات عندي في الكليه، في اي حاجه عموما في حياتي، اكتشفت ان انت كل قعده صغيره او كل مثلا شويه مذاكره انت بتذاكرهم بيفرقوا معاك جدا على المدى البعيد. يعني مثلا انت لو بتفتح محاضره لاول مره دلوقتي، فانت المحاضره لاول مره دلوقتي انت ما بتعرفش عنها حاجه، ما بتعرفش حرفيا حتى العناوين الرئيسيه اللي جوه المحاضره، تمام؟ طب لو انت حتى 10 دقائق اقل شيء هتبقى عارف العناوين الرئيسيه. فلما تيجي تذاكر تاني مره، حتى لو كنت انت قعدت 10 دقائق حسيت ان انت ما استفدتش اي حاجه، تاني مره وانت بتذاكر هتكون زي اول مره؟ لا، هتكون عندك 1% حتى من المعلومات اللي في المحاضره، تمام؟ طب لما تقعد تذاكر مثلا ساعه، حتى لو ما خلصتش المحاضره فانت على الاقل خلصت حوالي ربع او تلت المحاضره. هتيجي بعد كده المره الجايه لما تيجي تقرا التلت او الربع اللي انت خلصته، هتبقى بس بتقراه، انت فاهمه ومذاكره كويس. حتى لو مش مذاكره كويس مهما كان مش هيكون بنفس الصعوبه في تاني مره. انت اول مره كان صعب جدا، تاني مره لو هو بقى صعب بس وانت في تاني مره حولته من صعب لسهل، فانت كده استفدت. او مفيش مفر من ان انت تقعد على الدرس ده مرتين. هو الدرس ده صعب مش هيتفهم غير بمرتين، فانت قعدت عليه مره، المره دي فرقت ولا ما فرقتش؟ فرقت كتير جدا. ففي ناس مثلا ايه، ممكن يلاقي مثلا ساعه بين الدروس فيقول لك يا عم طنش. انا بتكلم هنا اكتر حاجه لطلاب ثانويه عامه، هم فعلا اللي بيعملوا الموضوع ده. انا عن نفسي كنت ساعات بعمل كده في ثانويه عامه. لو في ساعه مثلا بين الدروس، الساعه دي انام فيها ايه؟ ما ممكن انامها. لو انا مثلا مش تعبان او مش عارف، مش محتاج انام، بس انا انام وخلاص. ليه؟ عشان حاسس ان الساعه ملهاش قيمه. انا لسه على ما اقعد اجيب الكتاب واذاكر وبتاع، هقعد اذاكر نص ساعه، هقعد اذاكر ساعه الا ربع، انزل قبل الدرس بربع ساعه مثلا، مش هستفاد حاجه. لا، حضرتك الربع ساعه ديت لو انت بس ذاكرت فيها 4 صفحات، مثلا الساعه الا ربع اللي ذاكرت فيهم 4 صفحات، حرفيا انت خلصت مثلا نص درس. نص الدرس ده انت فرمته خلاص. اما تيجي المره الجايه تذاكره هتقراه بس كده وتكمل نص الدرس التاني. هيوفر عليك من قعده. مثلا انت لو في مثلا في يوم انت حاطط فيه 8 ساعات مذاكره، ال8 ساعات دول لو هتخلص فيهم 4 محاضرات بسبب النص ساعه اللي انت استقلت بيها ديت، هيبقوا 8 ساعات فيهم 5 محاضرات مش 4 بس، تمام؟ فالنص ساعه اللي انت بتقعد تذاكرها دي مهمه جدا. مبنى يا جماعه، تمام؟ لو انا مثلا هبني بيت، تمام؟ الطوبه ليها لازمه؟ لا. طب المبنى بيتكون من ايه؟ من طوبه فوق طوبه فوق طوبه فوق طوبه وهكذا. لو انا عندي طوبه واحده مش تفرق معايا في حاجه، بس لما احط الطوب كله على بعضه هيديني في الاخر البيت اللي انا عايزه. دي نفس الفكره. انت لما مثلا الفيزياء، مثلا الفيزياء انت عايز تخلصها، ده طبيعي، عايز تبني البيت اللي هو الفيزياء مثلا، تمام؟ هتبنيه ازاي؟ بنص ساعه مذاكره على نص ساعه حل، على ساعتين مذاكره مثلا وانت فاضي، على ساعتين حل وانت فاضي. هتذاكر الدرس الاول والدرس الثاني والدرس الثالث، فالدرس الاول ده طوبه والدرس الثاني طوبه والثالث طوبه والرابع طوبه، ده في الفصل الاول. تخش على الفصل الثاني وهكذا، الفصل الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن، كده انت خلصت المنهج. الطوب ده هل هيثبت لوحده كده؟ لا، محتاج تدعمه. هتدعمه بايه؟ هتدعمه بالحل وهكذا. فلما تحل كتير الدعامه بتاعتك تكون اقوى. تيجي تهد البيت اللي انت بنيته ده، لا يكون صعب. انما لو انت باني طوب بس كده من غير اسمنت، هتلاقي نفسك انت البيت لو انت بس زقيته برجليك كده حرفيا انت البيت هيتهد فوق دماغك، تمام؟ الزقه ديت هي الوقت، تمام؟ انت لما تكون مدعم، انت بتدعم البتاع ليه؟ عشان يفضل ثابت لاكبر وقت ممكن. انت مثلا لما تحط اسمنت، انت ممكن لما تحط الطوب على بعضه، على فكره الطوب لو هو تقيل يعني مثلا ايه ومتثبت بس صح، هياخد معاك مثلا اسبوع، فاهم؟ دي مذاكرتك من غير حل. طب انت لما تحل اللي انت عملته عشان خاطر ياخد اسبوع هيكمل معاك شهر واثنين وثلاثه، وكل ما تحل اكتر كل ما يطول معاك اكتر. فتيجي في ليالي الامتحان اللي هي الوقت اللي انت المفروض ما بتاخدش نفسك فيه وشغال على اخرك، تيجي في الوقت ده تلاقي نفسك انت مش لسه هتبني من جديد، انت باني وحاطط اسمنت. فانت فاضل لك شويه حاجات كده، لو في اللي هو بيسموه ايه، الترميم، تمام؟ الترميم ده ايه؟ لو حته مكسوره تظبطها، حته ناقصه تعدلها كده، دي نفس الفكره. فانت طول السنه
انت عمال بتبني طوبه فوق طوبه فوق طوبه فوق طوبه، تيجي اخر السنه الطوب بالاسمنت بالحل بالشرح بالمذاكره بالحل بالكلام ده كله بالكويزات بالامتحانات بالشوامل بالحاجات دي كلها، دي بتدي لك البيت في ليله الامتحان. تيجي انت بقى في ليله الامتحان، ليله الامتحان دي قصدي بقى شهر 4 و5 اللي هم الشهرين اللي قبل الامتحان، اللي هم ما فيهمش نفس، اللي هم الشهرين اللي انت لو ما جبتش اخرك فيهم انت مش هتشوف مجموع. حتى لو انت ال10 شهور التانيين من 8 ل4 جايب اخرك، ما انتش هتشوف مجموع، اللي هم ال8 شهور دول. تمام، مش هتشوف مجموع عشان اجيب لك بس فرصه الثانويه العامه اهو. تمام، ال8 شهور دول لو انت جايب اخرك وجيت في 4 و5 اتدلعت، وقابلني يا حماده في اخر السنه وانت جايب 60%. تمام، عشان اجيب لك من الاخر 4 و5 دول الشهرين اللي لازم تموت فيهم. حتى لو في شويه تقصير في ال8 شهور اللي قبلهم، هتلاقي نفسك في 4 و5 انت بتعمل مجهود. المجهود ده عارف انت اللي هو هيرمم برضو اللي انت كنت منقصه قبل كده. ما انا قلت لك دي فتره الترميم، اي حاجه بايظه الدنيا تبقى ماشيه زي الفل. طب انت لو جيت بنيت وعملت كل حاجه وما رممتش وما دهنتش وما ظبطتش، المبنى ملوش اي لازمه، هيبقى مبنى بس شكله مش حلو. تمام، انما الترميم والدهان والحاجات اللي انت بتعملها انا بشبهها لك بالمبنى عشان خاطر بس المفهوم يوصل لك. الترميم الحاجات اللي انت بتعملها دي هتلاقي في الاخر ادالك المبنى بشكله الحلو. ما انت هتنجح، هتجيب 80%، هتجيب 85%، بس شكلها مش حلو. ناقصها ايه؟ ناقصها التشطيب. التشطيب ده اللي هو 4 و5 شهر 4 و5 دول اللي انت بتجيب فيهم اخرك، اللي انت بتطحن فيهم نفسك. وليله الامتحان طبعا في 6 يعني، ما انت اكيد مش تيجي في ليله الامتحان مش هتذاكر، ما انت هتذاكر في ليله الامتحان. بس بجيبك على الشهرين دول عشان انت غالبا بتكون خلصت منهج، فبتبدا بقى تراجع المراجعه الصح. وما حدش جاب مجموع في ثانويه عامه الا اللي اشتغل صح في 4 و5. تمام، فما تستخسرش وقت مهما كان، ما تستخسرش مجهود. تمام، اعمل كل اللي انت تقدر عليه عشان خاطر لما تيجي في اخر السنه تحس ان انت مفيش حاجه تاني يعني. لقيت في الامكان افضل مكان مش عارف، لم يكن في الامكان افضل مكان، مش فاكر المقوله بالظبط يعني. تمام، فانت مفيش حاجه تعملها تاني، خلاص انت جبت اخرك وعملت اللي عليك وحاسس ان انت مرضي بالمجهود اللي انت عملته، فبالتالي النتيجه اللي هتجيلك هي نتيجه مرضيه ليك، وهتحس فعلا ان ده كرم ربنا مهما كان هو عجبك او ما عجبكش، في الاخر خير جاي من وراه. تمام، بس كده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استنى من دعواتكم، اشوفكم على خير، سلام.